شايفين الوش الجميل ده؟ اوكي يا حبيبي، اوكي. ما حدش بيوص ضوافرك ولا ايه؟ ايه الضوافر دي؟ هي القطه دي بقى اصلها من ايران. بص كده. خلاص. دايما لما بنسمع كلمه ايران بنفكر في السياسه، ولكن ايران فيها قطط والله العظيم. لو تسمع عن حاجه اسمها القطه الشيرازي البيرشن، القطه الشيرازي دي اصلها من ايران، ولكن على فكره شكلها ما كانش كده. الوش المدفوس لجوه كده، اللي هي مناخيرها داخله لجوه، تحس ان ما عندهاش وش اصلا. وانت لو شايف ان شكلها كيوت، فعلى فكره مش ده الطبيعي 100%. يعني احنا اللي خلينا شكلها كده، مش انا الانسان عامه ما كانش عاجبنا شكلها كده، فقعدنا نجوز في السلالات الغلط لحد ما طلع لنا الوش المضروب ده. حاجه غريبه مش كده؟ القطط الشيرازي بيبقى عندها حاجه اسمها براكسيفاليك فيس، اللي هو الوش المدفوس لجوه زي ما قلنا. اللي انا وريتها لك دي على فكره كانت هاف بيكي، فهي نص نص، واخده حته من الجين ده. هم طبعا شكلهم كيوت، ولكن بيجي لهم مشاكل خطيره جدا، زي صعوبه في التنفس، افرازات كتيره في العين، مشاكل في الاسنان، مش خير. طبعا انت لو مزود في حجم القطه بتاعتك، حجمها كبير، وزنها كتير، هتسمع صوت شخير كتير. احنا اللي طورنا الشكل بتاعها عشان يعجبنا احنا، مش عشان يناسبهم هم. فكره ان احنا نغير شكل كائن حي عشان يعجب مزاجنا دي، يعني محتاجين نفكر فيها شويه. انت بقى لو عندك قطه شيرازي المفروض تهتم بتنفسها كويس، وكل ما بتيجي توديها للدكتور البيطري عشان تديها تطعيمات لازم تشيك على موضوع النفس ده. بنت اللذينه عورتني. السلام عليكم.